الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب كده تكونوا بألف خير وسعادة. لو عندك يا حبيبة قلبي قشر سفندي او قشر برتقان اوعي ترميه، ده كنز في بيتك. هتعملي بيه وصفات هتعرفي قيمته لما تعملي بيه وصفة وتلاقيها نجحت معاكي 100% ان شاء الله. مش هترمي قشر السفندي بعد ما تشوفي الفيديو ده. وكمان فيديوهات جاية تاني هعمل لكم بقشر السفندي والبرتقال فيديوهات جميلة هتنفعكم وهتستفيدوا منها. يلا كده نصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. يلا يا حبايب قلبي نشوف هنعمل ايه بقشر السفندي التحفه اللي قدامكم ده كنز في بيتك. هتعملي بيه الجميع يعني حاجات هتشوفيها وهتشكرين عليه. هنعمل ايه؟ احنا معانا قشر السفندي ده زي ما هو كده. الولاد كلوا سفندي برتقان اي ما ترميهاش، حشاها كده في الطبق زي ما هي في الطبق بس مغسول. تغسليها وتعينيها كده في طبق وتشوفي ايه هتعملي بيها ايه. تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل صابون سايل بنص كوبايه زيت مستعمل طبعا. بس الاول قبل كل حاجه اول خطوه هنعمل ايه؟ هنحط قشر البرتقال واليوسف في شفشق الخلاط. ولا تغليه ولا اي حاجه، اوعي تغليه زي ما هو كده. بصوا اهو هننزله كده في شفشق الخلاط وهنضربه ونحط عليه ايه؟ نص لتر ميه اهو زي ما انتم شايفين. بس كده هنضربه بقى في الخلاط ننعمه جدا. هنروح بقى كده نضربه في الخلاط وارجع لكم. خلاص حبايب قلبي احنا ضربنا قشر السفندي والبرتقال اهوت في الخلاط. هنصفيه بقى. طبعا انتوا عارفين ان ده مصفى قديمه عندي مخصصاها للصابون وتصفيه الحاجات اللي ايه اللي بصنع بها الحاجات دي، المنظفات والحاجات دي يعني. فاحنا هنجيب بقى معلقه كده. هنجيب معلقه لازم نصفيه. متحطوهوش كده، لازم يتصفى يا حبايبي. هنصفي خالص وبعدين نرجع لكم تاني. خلاص حبايب قلبي احنا صفينا القشر بتاعنا هون على قد ما تقدري تكون مصفى ناعمه، ما تبقاش مصفى واسعه علشان ما تنزليكش اي تيفل او اي حاجه في الميه. فاحنا ده اللي طلع منه ده مش هنرميه طبعا. اللي طلع ده مش هنرميه. هتعملي بيه هعمل لكم بيه حاجه دلوقتي ما نخلص الفيديو. خلاص حبايب قلبي احنا نركن ده على جنب بقى كده ونشوف هنعمل ايه تاني. طبعا حبايبي خلاص احنا سيبنا الميه اللي احنا مصفينها من قشر السفندي والبرتقال على جنب. هي صفيناها بمصفى ناعمه ضيقه جدا. واحنا معانا نص كوبايه ميه، يعني نص بالمج ده، ونص كوبايه زيت مستعمل. زيت مستعمل كل ما الزيت يبقى مستعمل مرتين 3 كل ما يقدم عندك يبقى حلو ويتصبن معاكي بسرعه ويبقى في الصابون جودته عاليه جدا. احنا هننزل بايه بقى؟ احنا زي ما بقول لكم احنا معانا نص كوبايه ميه. هننزل بمعلقه ونص هيدروكسيد الصوديوم اهو، اللي هو البوتاس، اللي هو كترونه او دوبجار اهو. معلقه ونص يعني معلقتين مش ملانين قوي. خلاص حبايب قلبي بس يكون لابسه كمامه. هندوب بقى البوتاس بتاعنا قوي يدوب خالص في الميه. بس لازم تكون يا حبيبتي فيه شباك مفتوح، لازم تهوي اللي هو هيدروكسيد الصوديوم كده ندوبه جدا زي ما انا عملته معاكم كم مره، اللي هو شبه الملح الخشن كده اللي زي قشور كده، اللي بيسموه في الدول العربيه دوبشار او كترونه. احنا هنسيبه هو داب جدا اهون. شوفوا كل ما تلاقي البوتاس بتاعك سخن ومطلع بخيره يبقى هو نوع حلو، يبقى هو ايه مش مركون ولا عنده ولا طاير رطوبه ولا حاجه اهو. احنا هنسيبه على جنب لعند ما يبرد شويه يهدى
حتى لو ميه متلجه يبقى افضل، بس انا بقى للاسف ما عنديش ميه متلجه. خلاص هنسيبه يبرد وبعدين هنشوف احنا هنعمل ايه. خلاص حبايب قلبي، احنا معانا زي ما بقول لكم نص مج زيت مستعمل مصفي، ما فيش فيه اي رواسب ولا فيه اي حاجه حروق من اللي هي مطرح القليه، زيت نظيف، ولا فيه زيت سمك، بتنجان، بطاطس، بانيه، كفته. زي ما انتم شايفين هنزل كده بالبلاستيك، جبت بلاستيكيه كده، البلاستيكه ده انا عاملاها على طول للصابون، يعني ببقى اعمل فيها البطاطس وكده. عندنا ايه بقى؟ خلاص البطاطس بتاعنا برد شويه هون. قبل ما ننزل بالبطاطس هنعمل ايه؟ هننزل بمعلقتين كبار او نص كوبايه سكر، علشان البطاطس، عشان ايدينا، وكمان عشان الرغوه. السكر ده عشان ايه؟ عشان الرغوه، وعشان ايدينا، عشان ايه؟ احنا حاطين بطاطس طبعا لازم نحط سكر بديل الجريسليه. خلاص حبايب قلبي، احنا هندوب السكر قوي في الزيت، وبعدين بقى هنرجع لكم تاني. قلبي احنا السكر بتاعنا داب، هننزل بقى بايه؟ بالبطاطس اهو. نقلب. هي طبعا المعلقه ديت ما بعملش بيها حاجه، يعني هي معلقه معدن صحيح، بس انا ما بعملش بيها حاجه. انا حاطه الحاجات اللي بستعملها في الصابون دي جنب لوحدها، حتى المضرب اليدوي ده انا ما بستعملوش الا في الصابون. انا عندي واحد زيه كده ما بعملش بيه الصابون خالص، عيناه للطبخ، لكن ده انا عاملاه في الصابون، لان واحده بتقول لي في التعليقات انت بتعملي بالمعدن. الحاجات يا حبايبي اللي انا بشتغل بها في الصابون ما بشتغلش فيها في الطبيخ خالص، دول حاجات انا عينها الوحيده. هندوب بقى البطاطس بتاعنا كده تدويب حلو لعند ما ايه؟ ما يصبن معانا. خلاص يا حبايب قلبي، انا من ساعه ما حطيت البطاطس على الزيت وانا ما بطلتش تقليب لعند ما بقى بالمنظر ده كده اهو. هنسيبه بقى، نغطي عليه ونسيبه للصبح. يعني احنا دلوقتي الساعه ايه؟ الساعه 10:30 اهون، او 11، الساعه 11 بالليل. احنا هنسيبه بقى للصبح، وارجع لكم تاني ان شاء الله الصبح باذن الله، وهنشوف هنعمل ايه. احنا معانا الميه دي زي ما بقول لكم ريحتها جميله جميله، الميه قشر السفندي والبرتقال. هنغطي على دول كده، والصبح ان شاء الله نرجع لكم. خلاص حبايب قلبي، احنا سيبنا الصابون بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين للصبح. يعني احنا كنا سايبينه مثلا من بالليل، عاملينه من بالليل، سيبناه للصبح، وزي ما انتم شايفين كده بقى بالمنظر ده كده. ده البوتاص والزيت. هنعمل ايه بقى؟ احنا جبنا قشر السفندي والبرتقال بتاعنا، غليناه في ميه وكنا راكنينه، قمنا جايبين رتل ميه مغلي، وقمنا ايه؟ غاليين، حاطينه على يعني حاطينه على القشر، على القشر المغلي، على قشر البرتقال والسفندي المغلي، حطينا عليه رتل ميه سخنه مغليه علشان نفك ايه؟ البطاطس بتاعنا. احنا بقى هنشتغل بالمضرب اهو، نشتغل بالمضرب بتاعنا عادي، ندوبه حلو في الميه المغليه دي يعني الاول اهو. امشوا معايا خطوه بخطوه يا حبايب قلبي. احنا عملنا ايه؟ احنا سيبنا الصابون بتاعنا من بالليل، واحنا دلوقتي الصبح الساعه 7 الصبح. عملنا ايه؟ جبنا لتر ميه مغلي مع ايه؟ مع ميه القشر البرتقال اللي احنا كنا ايه؟ ضربينه في الخلاط، صفناه وحطينا عليه ايه؟ كملنا عليه بقى ريت الحبه اللي كانوا في دي اللي فايدين من اللي احنا صفناهم بتوع السفند والبرتقال، زودناه يعني بقى لتر، كله لتر ميه مغليه زي ما انتم شايفين كده. هنقلب قوي الصابون بتاعنا كده البوتاص، ندوبه خالص ما يبقاش منه حاجه. هنجيب حبه ميه باردين، ميه عاديه من الحنفيه عادي اهي، حطيناهم هنا. بس ما ندوب ده الاول، يعني مش عايز لون ولا حاجه. بسم الله ما شاء الله، شوف اللون. احنا جبنا ايه تاني؟ احنا معانا هننزل بقى في البوله اللي مطرح قشر السفند والبرتقال ده بايه؟ احنا معانا معلقه ملح طعام، معلقه صغيره كربوناتو اللي هو كربونات الصوديوم، ومعانا معلقه سكر
عشان برضو نزود سكر علشان الرغوه، وعشان بدل الجريسلين، عشان احنا عاملين بالبطاطس. ومعانا معلقه صغيره ملح ليمون، ما تكتريش عشان ايه، ما تكتريش من الكربونات او وملح الليمون عشان الصابون ما يفصلش مني. نقلبهم كده الاول، لازم يدوبوا قوي. خلاص حبايب قلبي، احنا دوبنا البطاطس بتاعنا خالص اهون. هننزل بقى بالايه، بالسكر والملح الليمون وملح الطعام والكربونات. هنقلب برضه. حبايب قلبي خلاص احنا ايه، نقلب الصابون بتاعنا قوي عشان ما يبقاش فيه اي حاجه راسيه في الارضيه في التكتلات او حاجه محببه او اي حاجه اهو زي ما انتم شايفين. عشان كل ما يبرد كل ما هيتقل معانا، كل ما الصابون بتاعنا يبرد، لان انا عاملاه دلوقتي بميه ايه، مغليه عشان ندوبه كويس. كل ما يغيب وتسيبيه تركنيه شويه، تقلبي حلو الاول وتسيبيه شويه، وكل طرحه جايه تقلبي فيه كل شويه. احنا حطينا ملح الطعام علشان ايه، يتقل معانا الصابون بتاعنا، وحطينا الكربونات وملح الليمون ما تكترش عشان ما يفصلش، علشان اللمعان والنظافه، يخلي لك الالومنيا بتلمع بتبرق كده زي المرايه. وحطينا ايه كمان، وحطينا كمان معلقه سكر عشان تعزيز للرغوه، وعشان ايدينا علشان البطاطس بدل الجريسلين. هنعمل ايه تاني بقى؟ خلاص احنا قلبنا الصابون بتاعنا، احنا معانا نص لتر صابون سايب شفاف اهو من عند بتاع المنظفات، من اللي هو سايب اتباع سايب ده اهو. احنا هنعمل الاول في حاجه واسعه لان الطبق ده هيبقى صغير. احنا نقلناه يا حبايب قلبي في طبق واسع عشان لسه هنضيف اضافه. قلبي كويس قوي علشان كل ما تقلبي كل ما هيتقل معانا، ولو ركنتيه يبرد هيتقل برضه. فاحنا ايه، احنا كمان عم بقول لك ايه، احنا جبنا الرتل نص رتل صابون سايب اهو من اللي هو الابيض الشفاف، وكمان فيه جريسلين، يعني ما تخافيش على ايديكي من اي حاجه ولا هيسيبها اي حاجه. هنفضيه كويس قوي كده فوق الصابون بتاعنا كده، نقلب برضه. بصوا يا حبايب قلبي اهو، بصوا الصابون بتاعنا روعه روعه روعه، ولا الريحه وريحته، ولا عايز ريحه ولا عايز لون ولا عايز اي حاجه. بيقشر السفندي والبرتقال، 5 سفنديات كده ولا 6 سفنديات تقشريهم، ولا وبرتقال، وتقومي ايه ضربهم في الخلاط، واخده الميه بتاعتهم صفياهم، عاملين ريحه جميله. بصوا الصابون بتاعنا اهو احلى صابون. بصوا وكل ما هتسيبيه كل ما هيتقل. دي بصوا ده ساعة تاني ما عملته، يعني ما سبتوش ولا حاجه، امال لما تسيبيه هيتقل ويبقى جميل جميل جميل. بصوا الطبق اهو احلى صابون، احلى شويه صابون. هنجربه كمان في المواعين اهو. بتكلفنا ايه يعني، نص كوبايه زيت مستعمل ومعلقتين بطاطس مش ملانين قوي كمان، وعاملاها على ايدك وينضف لك الالمونيا، وتغسلي به كل حاجه، حواضك بوتاجازك كل حاجه. والقشر اللي طلع من السفند، التصفايه اللي هي التفل والحاجات اللي طلعت من القشر السفند والبرتقال ما رميتهوش، حطيت عليه معلقتين خل وحبه ملح ليمون وحبه كربوناته برده، وسبته باغسله بالحواض البوتاجاز اي حاجه عندك، لا ان شاء الله يكون الارضيات اهو يا حبايب قلبي. الصابون بتاعنا بصوا الطبق اهو، شوفوا الصابون تقيل ازاي، كل ما هتسيبيه كل ما هيتقل. وكمان هنجربه، احنا هناخد شويه صغيرين خالص على السلكه بتاعتنا اهو. انا عندي الحله ديت هعمل فيها محشي، لازم اغسلها قوي، وهي مش يعني مش مغسوله قوي، يعني عايزاها تلمع، عايزاها تبرق. بصوا احنا خدنا شويه صغيرين اهمت على السلكه زي ما انتم شايفين. هنغسل بقى الحله بتاعتنا، هناخد شويه كمان لان السلكه ناشفه.
عايزه تسيبيه كده سيبيه، عايزه تتقليه تخففيه خففيه. بصوا شوفوا الرغوه. والله الحله ده عندي من زمان، يعني ما غسلتهاش من زمان، ركناها، بس انا محتاجاها الوقت هغسل بها ايه، هعمل بها محشي فيها يعني. بصوا احلى حبه صابون. هخلي لك الالومنيا بتبرق، هتشوفوا الحله دلوقتي. شوفوا يا حبايب قلبي، ورغوه ولا كلمه. بصوا رغوته، وكمان لسه اما تسيبيه كمان كل ما ايه ما رغوته هتبقى اعلى واحسن كمان. والله الحله ديت من زمان عندي وما غسلتهاش ولا جت جنبها، كانت وسخ يعني، قلبها مش نضيف قوي. هتشوفوا الحله ولمعانها. خلي الالومنيا بتبرق جميله جميله جميله. اهي يا حبايب قلبي والحله بتاعتنا. خلي الالومنيا جميله جميله. او طاسه عندك او طاسه محروقه هتخليها لك فله. وما تنسوش لايكات يا حبايب قلبي، لايك للفيديو واشتراك في القناه مع قناه ايام حلوه مع ماما وسلمى 2، واللايكات يا حبايب قلبي. واشوفوا اشتركوا على خير فيديو جديد ان شاء الله. عايزين تخففوه يا حبايب قلبي براحتكم، حط كمان رتل ميه. عايزه تخففيه براحتك، او سيبيه كده وخدي يعني ما حبه في الطبق اللي انت هتحط فيه السلكه والصابونه، وتقومي ايه مخففاه انت بمزاجك، حاطه شويه ميه وسيبيه كده، او تقلي انت حره براحتك. بس بصوا الصابون جميل ازاي اهو. احلى صابون احلى صابون هتعمليه وهتغسليه بمواعينك. هشوفوا انتوا زي ما انتم شايفين الحله بقت بتلمع اهي. والله الحله خليها الحله فل. يلا يلا يا حبايب قلبي، وما تشوفوا اشوفكم على خير فيديو جديد ان شاء الله. والنبي عشان خاطر لايكات، اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه.